السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي اقولك بقى لو انتي محتارة ومش عارفة تعملي ايه، هنعمل الاكلة السهلة السريعة البسيطة اللي ما بتاخدش بجد تحضير 10 دقايق بالظبط. النهاردة هعمل معاكم الفراخ المحشية رز بالكبد والقوانص بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وعايزة اقولكم ان هي طعمها خطير، هتشرفك وسط اهلك وسط اصحابك، ويا سلام كمان لو انت عاملة عزومة وقدمتيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم بجد ان هي طعمها خطير، هتطلع معاكم دايبة دوب والرز مستوي كويس جدا. متأكدة ان انت لو عملتيها مرة مش هتبطلي تعمليها ابدا تاني من حلاوتها. شايفين بقى قد ايه الفراخ دايبة كده ومستوية، والرز دايب ومستوي وشكله خطير، ما بالك طعمه بقى. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. في البداية معايا حلة سخنة على النار، ضفت فيها حوالي 3 معالق كبار من الزيت. بكون مقطعة الكبد والقوانص كويس جدا، وأول حاجة بنزل بالقوانص، بس شرط أساسي إن انتوا تكونوا مصفيينها كويس جدا في المصفى وما يكونش فيها أي كمية من المية. بنزل بقى بالقوانص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بديها كده صدمة، بنزل كده بكمية واحدة واحدة، ما بنزلش بالكمية كلها مرة واحدة علشان خاطر ما تنزلش معايا مية. أول ما بتنزل بتغير لون كده معايا على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولازم النار تكون عالية معاكم أثناء عملية التشويح علشان خاطر ما تنزلش منكم أي مية. بضيف بقى حوالي ربع معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود، رشة خفيفة خالص علشان بس أتأكد إن مفيش أي زفارة في القوانص. بنزل بقى على طول بالكبد بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، برضو ما بنزلش بالكمية كلها مرة واحدة، بنزل بيها كده بالتدريج علشان خاطر أحافظ على درجة الحرارة بتاعة الحلة أو الطاسة اللي بتشوحوا فيها علشان خاطر ما تنزلش معايا أي مية. أول ما بنزل بيها برضو بتبدأ إن هي لونها تغير معايا كده على طول زي ما انتوا شايفين، بديها تقلبتين بس كده علشان خاطر تتشوح معايا من كل الجهات، بس في الخطوة دي ما تقلبوش كتير علشان خاطر برضو ما تنزلش منكم مية. بنزل بإيه بقى؟ حوالي معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، وكمان بنزل بمكعبين من مرقة الدجاج، وبدلهم تضيفوا معلقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية لو بتحبوا ان انتوا تستخدموا مرقة الدجاج الفورية. بقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض تشويحة كده بسيطة، وبعد كده بنزل بقى ببصلاية كبيرة مقطعاهم مكعبات صغيرة جدا، وحوالي 7 فصوص من الثوم برضو مقطعاهم مكعبات صغيرة، وكمان بنزل بفلفل ألوان وفلفل أخضر. كمية حلوة كده معايا، كل ده بيعزز معايا الطعم وبيخلي الطعم في النهاية يكون خطير. أول ما بيتشوحوا معايا بنزل بقى على طول بنص كيلو من الرز الأبيض، وبشوح فيه على النار كده حوالي 3 دقايق علشان بس يبقى مفلفل معايا. وبعد كده ببهر بقى الرز، كمان ضفت برضو رشة خفيفة من الفلفل الأسود، رشة خفيفة من البابريكا، رشة خفيفة من التوم البودر، ورشة خفيفة من الكمون، ورشة خفيفة من بهارات الفراخ. بقلب كل ده كويس جدا مع بعضه علشان خاطر اغلف الرز بتاعي بالبهارات، ودي اهم خطوة معايا لان الرز بتاعي لازم يكون مبهر كويس جدا. عن نص كيلو من الرز ضفت كوبايتين كبار من المية، انا عايزة الرز يستوي معايا حوالي نص تسوية بالظبط. نيجي بقى للخلطة بتاعتي اللي انا بتبل بيها الفراخ. بشرت طماطمايه وعليهم بصلايه، وضفت عليهم ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين من الزيت، وبكده تكون التتبيلة بتاعتي. بتبل بيها بقى الفرخة من بره وجوه زي ما انتوا شايفين كده، وبحاول ان انا اوصلها للحم من جوه عشان يكون متبل معايا كويس جدا. وهنا بقى ممكن تتبلوا الفرخة قبلها بيوم، ممكن تتبلوها قبلها بساعتين أو 4 ساعات زي ما انتوا حابين، بس كل ما بتقعد في التتبيلة وقت أطول كل ما بيكون طعمها معايا حلو جدا. ده الرز بتاعي خلاص بعد ما استوى نص تسوية، بيكون مفلفل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بغرف طبق بقى وبسيبه كده يبرد شوية علشان خاطر أعرف أحشي بيه الفراخ، وببدأ بقى إن أنا أحشيها الأول كده من جوه من البطن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا كده كده مسويين الرز نص تسوية، يعني الرز بيكون فاضله حاجات بسيطة جدا ويكون مستوي معايا، فبحشي زي ما انا عايزة، يعني ما تخافوش مش هتطرقع منكم او اي حاجة. وبحشي كمان بقى من تحت الجلد زي ما انتوا شايفين كده، بكون مفتحة كده من تحت الجلد، وبحشي كده الفرخة، وببدأ ان انا ادخل بايديا كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي.
عايزة اقول لكم كل بجد ما بتحشوا الفرخة كده رز اكتر كل ما يكون طعمها خطير، وكمان الرز اللي جواها ده بعد عملية التسوية بيكون طعمه حلو جدا. بقفل بقى الفرخة كده معايا خلة كده من بتاعة الشيش طاووق، بقفلها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان بس الرز بتاعي يستوي كويس من جوه وما فيش اي حاجة تقع من بره. وكمان بقفل الرجلين كده على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ممكن تقفلوها كمان بالخيط لو انتوا عندكم خيط. وكمان بتني الرقبة بتاعتي كده علشان خاطر ما تتحرق أثناء عملية التسوية في الفرن، والمعلومات دي مهمة جدا خدوا بالكم منها. بعد كده بقى بضيف ورقة زبدة كده على الصينية عشان بس الفرخة ما تلزقش منكم كده من تحت، وده بيكون شكلها معايا. بكون بس مخلية معلقة كبيرة من التتبيلة علشان خاطر أدهن بيها الوش كده زي ما انتوا شايفين. لو مش متاح بتدهنوا بمعلقة كبيرة من السمنة وعليها رشة خفيفة من الفلفل الأسود، وتدهنوا وشها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بكون مسخنة الفرن بقى قبلها بحوالي 10 دقايق، وبدخل الفرخة الفرن على نار متوسطة بتاخد معايا حوالي ساعتين ونص ل3 ساعات. تطلع معايا بقى بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تغطوا الوش بتاعها بورق الفويل علشان خاطر تستوي معاكم أسرع، وممكن تدخلوها زي ما هي كده زي ما انتوا حابين. عايزة اقول لكم بقى ان انتوا بجد لو جربتوا طريقة الفراخ بالطريقة دي انا متأكدة ان انتوا مش هتبطلوا تعملوها ابدا من حلاوتها. شايفين قد ايه بقى لون الفرخة بتاعي كده خطير وشكله حلو جدا، طعمها حلو جدا واحلى كمان من اللي بتشتروه من المطاعم الجاهزة بكتير. شايفين بقى بفتح كده علشان خاطر بس اوريكم قد ايه الرز دايب من جوه ومستوي، وكمان الفراخ مستوية معايا كويس جدا. هستنى منكم بقى ان انتوا تجربوا الفراخ المحشية على طريقتي وتكتبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ومتنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.